تعالوا بينا نتكلم على تاني مواجهات الدور قبل النهائي، مباراة منتخب المغرب ومنتخب فرنسا. المباراة اللي كلنا بالتأكيد هندعم فيها المنتخب المغربي علشان يكون أول منتخب عربي وأفريقي يقدر يوصل للمباراة النهائية إن شاء الله. وخلينا نبتدي كلامنا في الأول على منتخب فرنسا. منتخب فرنسا في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الإنجليزي، واللي تعتبر أول مواجهة حقيقية ليه في البطولة، لعب بمنتهى الذكاء، وظهرت هنا مدى خبرة لاعبي منتخب فرنسا ديشامب في مواجهة المنتخب الانجليزي وساوثجيت. ديشامب ما كانش عنده مشكلة زي ما قلت في تحليل مباراة منتخب فرنسا وانجلترا ان هو يسيب الكرة ويلعب ويركز على التحولات. فعلا منتخب فرنسا بانت الجودة اللي موجودة عند لاعيبته ومدى خبرتهم في المباراة دي تحديدا. بالتأكيد هاري كين ضيع ركلة الجزاء، واللي لو كان جابها كان ممكن الكلام يتغير، لكن في الاول وفي الاخر المنتخب الفرنسي قدر يستغل انصاف الفرص اللي جات له. وخليني اقول لك بعض الاحصائيات اللي كانت موجودة في مباراة فرنسا وانجلترا. نسبة الاستحواذ كانت 57% للمنتخب الانجليزي و43% لمنتخب فرنسا، وده يوضح لك ان قد ايه منتخب فرنسا ما كانش همه ان هو يستحوذ على الكرة. عدد التسديدات كانت 16 تسديدة للمنتخب الانجليزي مقابل 8 تسديدات لمنتخب فرنسا. وبالنسبة للتسديدات على المرمى فكانت 8 للمنتخب الانجليزي مقابل 5 تسديدات للمنتخب الفرنسي. والفارق ده يوضح لك قد ايه لاعيبة منتخب فرنسا كانوا مركزين واعتمدوا على خبرتهم، مش عايزين يضيعوا اي فرصة بتجيلهم، وبيحاولوا يشكلوا خطورة من انصاف الفرص اللي كانت بتظهر قدامهم. وهي دي اول واهم سمات فريق البطولة. مش مهم ان انت تلعب كويس وتقدم كرة قدم جميلة، قد ما مهم جدا ان انت تستغل الفرص اللي بتكون موجودة قدامك. منتخب فيه امبابي اللي ما شفناهوش تقريبا المباراة دي وما قدمش حاجة كبيرة، ومع وجود انطوان جريزمان اللي اتكلمت عنه وهتكلم عنه كتير اكيد بعد البطولة علشان نوضح اهمية دوره مع منتخب فرنسا، ووجود ديمبلي ناحية اليمين وجيرو اللاعب الخبرة، والاداء الممتاز اللي بيأدي بيه نص ملعب منتخب فرنسا بقيادة تشاوميني ورابيو، وفي حراسة المرمى لوريس اللي قدم واحدة من افضل مستوياته في البطولة المباراة اللي فاتت قدام منتخب انجلترا. ديشامب هيلعب المباراة بذكاء، مش هيندفع زي منتخب البرتغال ويقع في مصيدة ركراكي ويسيب المساحات، لان عارف ان الركراكي بالتأكيد هيستغلها وهيعتمد على التحولات. وفي نفس الوقت مش هيسيب الكرة لعناصر المنتخب المغربي بحيث ان هم يلعبوا على الاطراف بأريحية. اكيد هيكون في توازن وهيعتمد على خبرته وخبرة لاعبيه. فبالتأكيد منتخب فرنسا اداؤه هيكون مختلف جدا عن اداء المنتخب البرتغالي ومنتخب اسبانيا قدام منتخب المغرب. لما بقى نيجي نتكلم على اداء المنتخب المغربي بقيادة ركراكي اللي يعتبر مفاجأة البطولة، فهبتدي كلامي بشوية احصائيات عن مباراته قدام منتخب البرتغال علشان توضح لك مدى عظمة المدير الفني ده. نسبة الاستحواذ كانت 73% للمنتخب البرتغالي مقابل 27% للمنتخب المغربي. ومن ناحية عدد التسديدات بالنسبة للفريقين، فقدر المنتخب البرتغالي ان هو يسدد 12 تسديدة، منهم 3 بس كانت على المرمى. والناحية التانية منتخب المغرب قدر يسدد 9 تسديدات، كان منهم 3 برضه على المرمى المنتخب البرتغالي. وفي واحدة من اكبر الفوارق ما بين ارقام الفريقين كانت الكرات العرضية. قدر المنتخب البرتغالي ان هو يرسل 35 كرة عرضية قابل 7 للمنتخب المغربي، واللي كانت منهم واحدة سبب الهدف. وده يوضح لك بشكل كبير مدى جودة لاعبي منتخب المغرب وعبقرية الركراكي. الركراكي ساب الكرة كعادته للخصم، وكان بيعتمد بشكل اساسي على التحولات، سرعة لاعيبة نص الملعب في عملية الزيادة العددية والخروج بالكرة، والدعم اللي كانوا بيقدموه لخط الهجوم. فزي ما اتكلمنا على منتخب كرواتيا وقلنا ان نص ملعب منتخب الكرواتي هو يعتبر الخط الافضل في المنتخب، فهقول نفس الكلام على نص ملعب منتخب المغرب بقيادة امرابط واناحي واملاح، اللي يعتبر الثلاثة دول بيقدموا واحدة من افضل المستويات ليهم على الاطلاق ومن افضل لاعبي البطولة كمان. ولكن بالتأكيد مش هننكر ان بقية لاعبي منتخب المغرب فعلا رجالة وبيأدوا اداء لا يقل روعة وجودة عن اللاعبين اللي قلناهم. كنا بنتكلم على حكيم زياش وبونو وعطية الله والنصيري وبوفال وكمان سايس اللي للأسف بنسبة كبيرة هيغيب عن المباراة القادمة قدام منتخب فرنسا. بس في حاجة واحدة مخوفاني، كم المجهود البدني اللي بذله لاعبي منتخب المغرب في مباراة اسبانيا وفي مباراة البرتغال. خايف ان هو يكون واحد من اسباب خسارة المنتخب المغربي لا قدر الله قدام منتخب فرنسا. مجهود بدني كبير جدا قدر يقوم بيه لاعبي منتخب المغرب في المباراتين، واللي ظهر تأثيره بشكل كبير جدا في اخر ربع ساعة في مباراة منتخب البرتغال. لاعبي منتخب المغرب معدلات اللياقة البدنية قلت بشكل كبير جدا عندهم قدام البرتغال، وده اللي سمح ان لاعبي البرتغال يشكلوا خطورة كبيرة جدا على دفاع المنتخب المغربي. ولكن بونو قام بدوره ساعتها، كان واحد من افضل لاعبي منتخب المغرب. بالتأكيد كان في توفيق كبير، وقف جنب منتخب
منتخب المغرب في كرات كتيرة، ولكن التوفيق ما بيقفش جنب اي حد، لازم تكون تستحقه علشان ربنا يوفقك ويخليك تتغلب على منتخب زي المنتخب البرتغالي. فخلاصة الكلام بالنسبة للمباراة دي، منتخب المغرب مش هيغير من اسلوبه، والركراكي بعد ما حط ايديه على الاسلوب المثالي اللي يقدر يوصله للمباراة النهائية اكيد مش هيغير ويعدل في الاسلوب ده. فهل يا ترى المجهود واللياقة البدنية بتاعت لاعيبة منتخب المغرب هيسعفوهم قدام السرعات والجودة الكبيرة اللي موجودة عند لاعبي منتخب فرنسا ولا لا؟ والناحية التانية ديشامب بالتأكيد مش هيبلع الطعم، وهيكون عامل حسابه كويس قوي ومركز على بعض نقاط الضعف اللي موجودة عند المنتخب المغربي، وخاصة في الكرات العرضية اللي هيقدر يضغط بيها على الأظهرة، واللي يعتبر منتخب فرنسا عنده سلاح ما كانش موجود لا عند منتخب البرتغال ولا عند منتخب اسبانيا، وهو وجود رأس حربة شرس زي جيرو، لاعب عنده خبرات كبيرة جدا، تحركاته داخل منطقة الجزاء في منتهى الذكاء، وبيقدر يستغل الفرص الصعبة تحديدا ويحرز منها أهداف رائعة، مع سرعة مبابي ناحية الشمال والمواجهة الثنائية اللي هتكون موجودة ما بينه وما بين أشرف حكيمي. أعتقد إن احنا هنشوف مباراة تكتيكية وثنائيات داخل أرضية الملعب هتمتعنا كلنا، وفي النهاية بالتأكيد نتمنى فوز المنتخب المغربي إن شاء الله ويقدر يوصل للمباراة النهائية. هستنى أسمع توقعاتكم انتوا كمان لمباراة منتخب المغرب ومنتخب فرنسا تحت في التعليقات. خلصت حلقتنا، سلام.